وقضيتنا تقريبا من أعدل قضايا البلاد، ونحن ملف الدكاترة تقريبا منذ 10 سنوات سميت أنا أطول من المسلسل المكسيكي، لأنه ملف الدكاترة اليوم ماهوش معقد وماهوش صعيب كما تروج اللوبيات الجامعية، بل هو ملف سهل، ولكن يتطلب إرادة سياسية، إرادة غابت لسنوات نريدها اليوم من قبل رئيس الجمهورية، خاصة وأنه ابن الجامعة طيلة 40 سنة ورئيس الجمهورية يدرس في الحقوق. ومن العار ومن العيب اليوم أن دكاترة على قارعة الطريق نحن اليوم نعبر عن غضبنا، ونعبر أيضا عن رفضنا للحلول الترقيعية والتلفيقية وما يسمى بالتشغيل الهش والتشغيل الهش. اليوم الدولة قطعت معاه في القطاع الخاص والقطاع العام، ولا زال متواصل مع نخب تونس. ورأينا البارحة جامعة جابس تصرف العقود وستليها بقية الجامعات. اليوم يا دكاترة العركة يلزمها تكبر ويلزمنا، لأنه هم اليوم يجسوا في صبرنا ويجسوا في نبضنا. ولكن نحن اليوم الدكتوراه علمتنا حاجتين، علمتنا الصبر وتحمل الصعاب، وعلمتنا خاصة افتكاك حقوقنا بعقلانية وبنضج، لأنه الحقوق تفتك ولا تهدى. والدكاترة ردوا بالكم، لأنه يروجونا لكتاب أنه امشي المناظرة، ولا باش تكون مناظرة متاع تقييم وليست كما يسموها مناظرة كلاسيكية. ولكن كل المناظرات تصب في الفساد، كل المناظرات تصب في خدمة لوبي معين، كل المناظرات سينجح فيها أصحاب فلان وعلان وأبناء المخابر لمجموعة معينة. ونحن نعرف أن أهم مبدأ في المناظرات هو مبدأ تكافؤ الفرص. ولكن اليوم حبوا ولا نكرهوا لسنا لنا نفس المبادئ في مستوى تكافؤ الفرص بين دكاترة تونس. كانوا فما ناس يصرفوا عليها بالإبداع في السنة الأولى دكتوراه يخرجوها بتربصات، يخرجوها تعمل مقالات، ولكن فما غيرهم مرفوض لأنه صوته حر ويحاكم حتى في كتابة المقالات على مستوى شخصيته وصوته في الجامعة. ما نطولش، نخلي كلمة الزملاء حتى أختم. سأقول سندافع عن حقوقنا بكل شجاعة، لأنهم يدافعون عن مصالحهم بدون حياء وبدون حشمة. اليوم المطالب واضحة سيد الرئيس، الدكاترة مطالبهم واقعية. مطالبنا تقريبا تتلخص في انتداب 5000 دكتور كدفعة أولى ما يسالش، ولكن تكون هنالك أوامر ترتيبية واضحة وطبقا لقوانين الدولة الرافضة للتشغيل الهش. أنا اليوم الحقيقة ما فهمتش الدولة كيفاش ترضى نفسها. اليوم فما حاجتين، يا اما الدولة
حب تنكش بينا كدكاترة وراضية بإخلالنا، وإلا فما زوج خطوط في الدولة قد يخدم ضد رئيس الجمهورية، لأنه اليوم سوى معناها يقول قضاء تشكيل الهش وما عادش ثم عقود وهو ينزل العقود. اليوم العقود يلزم تنتهي، اليوم يلزم ادماج الدكاترة برتب السادة المساعدين وباحثين في مخابر البحث، يعني ارقام المنصة اثبتت ان يوجد تقريبا 7000 منصب. كلم حاتم كلم استاذ مساعد. اليوم يزي من ترويج الاشاعات والاكاذيب والمغالطات للدكاتره، لان نحن نعرف ان الدوله قادره على استيعاب الدكاتره بكل اصنافهم، بعيدا عن التجزئه او التقسيم او معركه انا متعاقد وهذاك موظف وهذاك بطال. نحن كلنا حاملين لشهاده الدكتوراه، وكلنا معركتنا واحده، معركتنا ضد اللوبيات الجامعيه والاداريه، ومعركتنا الكل ضد المناظره الفاسده، ومع تطبيق العداله الجامعيه بيننا كدكاتره، ومع تطبيق العداله الاكاديميه والعلميه بيننا كدكاتره. وشكرا لكم.